السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة أنت رائد أعمال. معادنا النهاردة مع ليكتشر 4، وهي الأهم بالنسبة لي في الكورس، لأنها أساسية جدا ليك إن أنت تكون عارفها، بعنوان Steps and Ask. إيه هي المراحل الأساسية اللي أنا همشي عليها في رحلتي في ريادة الأعمال، والأسك أنا هطلب إيه يعني في كل مرحلة من دي. هنعتبر إن ريادة الأعمال عبارة عن لعبة بالظبط كده، واللعبة دي عبارة عن ليفلز. أنا عندي تحدي إن أنا أخلص ليفل عشان أروح للليفل الأعلى لغاية لما أوصل للفاينل ريزولت، إن أنا مثلا أنجح بقى في إن أنا أكون ستارت أب أند سو أون. فبالتالي هنشوف رحلة ريادة الأعمال دي عبارة عن إيه. وطبعا التفاصيل بتاعتها تعالوا بقى نشوف على طول عشان مطولش عليكم. معاكم عبد الله الوكيل. إحنا في مفاجأة النهاردة، إن النهاردة هو نهاية شابتر 1 بعنوان مقدمة في ريادة الأعمال. كنا اتكلمنا طبعا عن ريادة الأعمال بمفهوم كده أدق، وقفنا عنده شوية اصطلاحي يعني، وكلمنا عن رائد الأعمال والصفات اللي لازم تبقى عنده، ولو مش عندك تحاول إن أنت تطورها في نفسك أو تحطها كده في البلان بتاعك، إن أنا خلال 6 شهور هيبقى عندي الصفات دي كلها وهطورها في نفسي. وانتوا قلتوا في الدافع او الموتيفيشن لريادة الاعمال ان طبعا حسب استطلاع الرأي اللي انا عملته ده، كان 95% منكم قال ان ريادة الاعمال هي الحاجة الاولى لينا دلوقتي حالا كمجتمع علشان نتطور ونكون افضل. الحاجة الأخيرة اللي احنا قلناها لغاية دلوقتي هي الباشن. ريادة الأعمال كشغف ليك ممكن يوصلك لإيه. وأنا اتسألت سؤال هنا، بس تعالوا نراجع باشن كده. ريادة الأعمال كباشن احنا قلنا ممكن تخليك highly skilled person في مهارات كتير هتتعلمها، إن أنت توصل للحلم بتاع ستارت أب أو شركة، أو إن أنت تشتغل في شركة ناشئة ستارت أب يعني. بس أنا قلت الترمز دي واتسألت فيها، دي طبعا ترمز خاصة بالسكيلتون أو الهيكل التنظيمي اللي بيبقى في الستارت اب. ده هيتشرح بالتفصيل في شابتر 3 وانا بشرح البيزنس موديل، تمام؟ فما تقلقوش. لكن ده معناها ايه؟ سي تي او ده تشيف تكنيكال اوفيسر، سي ام او تشيف ماركتنج اوفيسر، والبيزنس ديفلوبر ده اللي بيطور البيزنس، بنسكيل بقى بنكبر، او يعني حد يبقى مسؤول عن ان البيزنس بتاعنا يكبر وهكذا. تمام. طيب والاخير ده منتور او كونسلتنت، ان انت تكون منتور او استشاري لشركات ناشئه. تمام كده. فده يعني ايه عشان ما يبقاش ليكوا اي حاجه. تعالوا كده نشوف على طول الستبس والاسك. انا دمجتهم في سلايد كده بحيث ان هي تحاولوا تاخدوها سكرين شوت بعدين، او تاخدوها وتطبعوها وتخلوها قدامكم، لان هي دي فعلا الرحله بتاعتك بشكل اساسي. تمام. في رياده الاعمال تعالوا نبدا كده على طول. بسم الله. أنا قسمتها ل4 stages. هنعتبر إن كل stage من دي هي 25%. يبقى أنت كأنك في رحلة كده، كل stage هتعديها هتعدي 25% من رحلتك عشان تنجح بالستارت اب بتاعتك. أول stage أنا سميتها الانوفيشن. الفكرة والايديا والابتكار بتاعك هيكون ايه. طيب أنا حطيت الستيجز بتاعتها شخصيا. هتبقى بتبدأ ازاي؟ بتبدأ من بروبلم، من مشكلة. المشكلة دي يا إما موجودة يا إما بتحاول إن أنت تشوف المشاكل اللي حواليك، يعني أنت تسعى ليها أو إن أنت شايفها قدامك أصلا. جاست إن أنت as رائد أعمال فأنت بتشوف الفرصة البروبلم دي as opportunity، كفرصة بالنسبة لك بطريقة creative. أنت بتشغل الكرياتيفيتي اللي إحنا قلناها لازم تبقى موجودة في رائد الأعمال. تبدأ تشوف حل المشكلة دي. creativity إبداع يعني إيه؟ يعني إن أنت تشوف حل بطريقة غير تقليدية. تمام. يعني ده كي هو. شوفوا عشان كده احنا قلنا ال10 حاجات مهمة. كي اساسي. لو انا يعني لو انا فكرت في حل تقليدي، يا اما حد عمله يا اما مش هينجح. يا اما مش هينجح كريادة اعمال. وهنتكلم في ستيج 1 انوفيشن. دي هي عبارة عن شابتر كامل هنتكلم فيها، فما تقلقوش. طيب عموما خير، هنشوف كده ازاي الحاجات دي هتحصل. بس احنا وصلنا لحل مبتكر او حل مبدع للمشكلة موجودة. هنبدأ نعمل لها حاجة اسمها بيزنس موديل. هتشيك كده ان الفكرة دي، هشوف العوامل المختلفة الأساسية اللي الفكرة محتاجاها علشان يعني تبقى حاجة على أرض الواقع. وهشوف ان هي ممكن فعلا تحقق لي ريفينيو او عائد. جاست لقيت ده وعملت البيزنس موديل. البيزنس موديل هنشرحه بالتفصيل في شابتر 3 ان شاء الله. تمام. خلصت تمام وهيحقق لي ريفينيو. هاخد ديسيجن او هاخد قرار. انا كده بالنسبه لي 25% من
من رحلتي في ريادة الأعمال، لأن الفكرة مهمة جدا، أو مش فكرة الفكرة إن هي الأيديا مهمة، لكن إن أنت يعني المجال اللي أنت مختاره، السوليوشن، طريقة إبداعك في إيجاد السوليوشن ده هيتوقف عليه النجاحات الجاية كلها. تمام، فبالتالي أنا اديته 25%. طيب خلصت ستيج 1 الحمد لله. ستيج 1 دي ان انت تخلصها، ان انت خلاص رايح او خدت الديسيجن ان انت تعمل بروتوتايب، نموذج اولي للايديا دي. يعني ايه كلمة بروتوتايب؟ بروتوتايب نموذج اولي. اولي دي يعني مبدئيا. تمام، حلوة. مبدئيا دي حاجة كده مبدئية. في الانوفيشن انت اقنعت نفسك والتيم بتاعك ان الفكرة كويسة وهتحقق عائد وسوليوشن حلته بطريقة انوفيتيف وكل الحاجات دي كلها، انت والتيم بتاعك. طب انا عايز اروح للناس. طب انا هروح للناس بايه؟ ببروتوتايب، اشوف رايهم في الفكره. البروتوتايب دي تكسبريس يور ايديا ان ا بروتوتايب، او نموذج اولي بتعبر عن الفكره بتاعتك. هات اكزامبلز عشان عارف ان في ناس مختلفين موجودين معايا. لو انا قلت ان انت البرودكت بتاعك هندسي، فانا ببدا اعمل موكيت مثلا، او ان انا اعمل ماشين او جهاز مثلا يكسبريس الايديا بتاعتي، بحيث لما بوقف مع حد يشوف ده. طيب لو انا حد شغال سوفت وير والحاجات دي كلها، الفكره بتاعتي عباره عن تطبيق موبايل ابلكيشن او ويب سايت، فانا هعمل ديزاين، يعني جاست بس الديزاين بتاع الابلكيشن ده، بحيث ابدا اوريه للناس واقول لهم ايه رايكم في الموضوع ده، الديزاين ده او الابلكيشن ده هيكون كويس ولا لا. فهيبدا بقى الناس اللي احنا هنتارجتهم، وده هنعرفه في الانوفيشن يعني في ستيج 1. بس الناس اللي انا هتارجتها والله لا شافوا الفكره كويسه، اللي هما مثلا دايره صحابك ومعارفك عادي جدا. لأ، ممكن نضيف حاجة، ممكن نزود حاجة، ممكن مش عارف ايه، ممكن اعرض البوينت دي على حد مثلا يعني اكسبيرت او خبير في المجال ده يبدأ يديني رأيه. فدي ستيج 2. جاست ان انا عملت ده ولقيت الدنيا تمام جدا والناس حابة الفكرة جدا، فهنبدأ ان احنا نعمل حاجة اسمها البيزنس بلان. البيزنس بلان دي بتبقى عبارة عن يعني دراسة متكاملة لكل تفاصيل وكل كبيرة وصغيرة في البروجكت، ولنفترض ان احنا هنحطها لمدة 6 شهور. فاذا بعد ستيج 2 ان انا في البروتوتايب ستيج، ناس تمام قبلت الفكره. طيب في ناس طبعا دلوقتي تقول لي يا عبد الله، طب انا سوشيال انتربرنور شيب يعني هعمل بروتوتايب ازاي؟ اعتبر البروتوتايب بتاعك، هناخد اكزامبل يو ار اي مثلا لما بداتها 2018. هعتبر ان البروتوتايب عباره عن فيرست تيم اللي انا كونته علشان ان انا اشرح له الفكره بتاعتنا ونشوف هنكمل ازاي. فهنا الفيرست تيم طبعا يو ار اي هي عباره عن تيمز. تمام، فاول بروتوتايب ايه؟ اول تيم، صح؟ فبالتالي and so on. فالجاست بس تتنقل من ان فكره موجوده اعمل لها دراسات لحاجه مبدئيه كده بحيث الناس تقول رايها فيه. تمام، فانا وصلت بروتوتايب كويس جدا والناس اعجبت بالفكره، عملت تعديلات بحيث انها تناسب الناس، عملت بزنس بلان بشكل محترم، هبدا اروح لستيج 3 وهي ام في بي. MVP دي كده هنعتبرها اللي هي مرحلة قبل إن أنا أكون ستارت أب. هي فعلا مرحلة قبل ستارت أب، بس لو وصلت لها وعملت المرحلتين اللي قبل كده صح، فأنا يعتبر أنا خلصت 50% من المشروع. ال MVP معناها يعني minimal valuable product، أقل منتج ممكن ينزل السوق ويقيم، أقل منتج قيم ينزل السوق. طيب ندي اكزامبل، تعالوا ندي اكزامبل على ساي اسك مثلا. ساي اسك يعتبر هي حاجه لسه جديده، فهنعتبر الجيرني بتاعتها بتاعتكم يعني. تمام، طيب الايديا مثلا او في الانوفيشن في الستيج بتاع اول ستيج خالص، هي كانت ان في مشكله ان الناس بتوع مثلا الناس اللي هم لسه هيتخرجوا عندهم مشكله في التوجيه بشكل عام. تمام، فدي المشكله والحل، وعملنا له بيزنس موديل وحلو وكل حاجه. فاحنا الستيج 2 ان احنا عملنا ديزاين تمام في البروتوتايب في الستيج 2، والناس شافت ديزاين حلو جدا وتمام ويلا نفذوه. الستيج 3 عملنا الام في بي. الام في بي كانت عباره عن ايه، او اللي احنا شغالين عليها ستيل، لسه الام في بي ما خلصتش. ان والله ان احنا هننزل الابلكيشن باقل فيتشر، فنزلناه على الكوميونتي الخاصه بالبحث العلمي. الكوميونتي دي تمثل ايه؟ تمثل جاست يعني 5% من الفيوتشر او يعني الفكره كامله بتاعت ساي اس. لكن as الكوميونتي بتاع scientific research فهي
هتكون valuable في نهايتها للناس كلها. فاذا ال MVP هنا هو اقل حاجة ممكن اعملها، اقدر ان انا اعملها وتكون منتج قيم للناس، بحيث ان انا اخش كده في مرحله ستيج ان انا اتست ده على صوره اوسع، مش صحابي بقى، لا ده انا مثلا هنا عملنا لانش او انطلاق للابلكيشن لاي حد ممكن ينزله، وببدا ان والله ان المفروض في نهايه المرحله دي ك MVP ان انا يحصل لي او يجي لي عائد ريفينيو. فاذا لا تمام، الفكره حلوه جدا وخلاص في ريفينيو، هبدا ان انا الستيج اللي بعد كده على طول الجيرني بقى بتاع ان انا اسس شركه، يكون ستارت اب. وهيميز المرحله دي ان انا هديفلوبمنت، سواء بقى المينيمال فاليو او الام في بي بتاعي، ان انا اضيف فيتشر زياده، ابدا اطور السكيلتون بتاعي اند سو. فدي كده الستيجز، لو احنا اعتبرنا ان كل مرحله هي 25%، فبالتالي لو وصلت يعني خليها كده كانها تحدي بالنسبه لك ان انت تعدي كل مرحله في وقت معين. تمام. الطريق هو صعب جدا زي ما احنا عارفين، لكنه مش مستحيل. والعقليات الموجودة دلوقتي اللي سامعاني أنا واثق إن هي تقدر تعمل ستارت اب واتنين وتلاتة وأربعة كمان. إحنا مش أقل من الناس المتقدمة اللي بره زي ما إحنا قلنا المحاضرة اللي فاتت. طيب حلو ده. ده كده الستبس الأساسية. طب الأسك بتاعي يا عبد الله في كل ستيب هيكون عبارة عن إيه؟ أول ستيج هيكون بري انكيوبيشن، في الستيج الأولى اللي هي بتضم الانوفيشن. طيب البري انكوبيشن مرحلة ما قبل الاحتضان، دي بتاخدك من وانت اصلا مش عندك فكرة او جاست تخيلت ان في فكرة، بتبدأ بقى توجهك الفكرة دي ازاي تكون صح، وان انت تشتغل الستاتس بتاعك، وان انت تادجاست الفكرة دي وهل الفكرة دي موجودة ولا لا، لغاية لما او بين قوسين وظيفة البري انكوبيشن ان هي تنجح لك الستيج 1. ولو ستيج 1 نجحت معاك فانت فعلا زي ما قلت هتقدر تنجح اي حاجه بعدين. فبالتالي البري انكوبيشن بتوصلك ان انت ناجح في المرحله الاولى الستيج 1، وبتدخلك كده في الستيج 2. ممكن في البري انكوبيشن توصل ان انت عامل بروتوتايب اصلا. تمام. يبقى دي كده انت هتسك فور ايه لو انت في بدايتك او اول مره تسمعني او تسمع رياده الاعمال، تسعى على طول لبري انكوبيشن مرحله ما قبل الاحتضان. طيب بعد كده خلاص خلصنا ستيج 1 واحنا دلوقتي في ستيج 2، سواء معانا بروتوتايب او لا، يعني حتى لو انا معايا بروتوتايب فببدا ان انا اخش انكيوبيشن او انكيوبيتور حاضنه اعمال. ممكن اخد فند بقى يوصل 100,000 وفي 200,000 وفي 300,000 جنيه، ان انا اعمل بروتوتايب بشكل كامل. طبعا في المرحله دي الانكيوبيشن او حاضنه الاعمال بيشتغلوا معاك على البيزنس بلان بشكل اوضح بشكل اكبر. بتبدأ ان نشوف معاك السوق وايه اكتر حاجة ممكن ان انت تطرتها ان انت تعمل البروتوتايب بتاعك بصورة كاملة، وتعمل ممكن كذا نموذج and so on. فده كده الانكيوبيشن او الانكيوبيتور ان انت تبدأ تسعى عليها لو انت في الستيج 2. طيب الانكيوبيشن هتوصلك للستيج او بداية الستيج 3. ممكن في الانكيوبيشن ان انت توصل للام في بي على طول اصلا. يعني انكيوبيشن ممكن انت في ستيج 2 في بدايتك من ستيج 2، يعني بعد ما خلصت البري انكيوبيشن ان انت هتبدا انكيوبيشن، فبدايتك في ستيج 2 ان انت يعني جاست هتبدا في بروتوتايب او ان انت عملت بروتوتايب. انت عشان تقدم في الانكيوبيشن بتقدم من خلال البيزنس بلان بتاعك، يعني انت يشترط هنا ان انت تبقى ايه، بدات عملت البيزنس بلان ان انت عشان تقدم انكيوبيشن او انكيوبيتور يعني. تمام. تمام. يبقى انا كده دي ستيج 2 هحتاج انكيوبيتور. لو جات لك يعني انت القيمة السوقية بتاعتك بعدها هتعلى كتير، انت هتبقى منتج او حاجة ليها قيمة اصلا. طيب وممكن كمان توصلك الانكيوبيتور ان انت تفتح او ان انت تخش وتعمل تسجيل لشركة، يعني هتقدم لك فندل ده كمان، فهتقطع شوط كبير جدا. طيب المرحلة اللي بعد كده وهي الاكسلريتور في الستيج بتاع الام في بي، ان انت اختبرت المنتج بتاعك، فتبدا تشوف مسرعه اعمال الفند بتاعها ممكن يوصل لفند 2 مليون جنيه وحاجات كبيره كده. فبتبدا تشوف اكسلريتور تبدا ان انت او مسرعه اعمال تبدا ان انت ايه يعني تديك فند اكتر او يبقى معاك فلوس اكتر ان انت تبدا تعمل التيست بتاعك او ان انت تطلق المنتج بتاعك في الستيج بتاع الام في بي. تمام. الاكسلريتور بيشترط ان انت تكون نزلت السوق، يعني انت في بدايتك في بداية الام في بي بتاعك. تمام. طيب اخيرا في الستارت اب انت
يعني لو خلاص بقيت شركة ومسجلة وليك منتج ان انت تعمل انفستمنت وكمان بعت وبقى فيه دخل سنوي ليك، تبدأ تشوف مستثمر مثلا ماكسيموم يعني لغاية استثمار لغاية 25% كده او 35%. بيكون هنا بقى احنا بدأنا فكرة فور فري ببلاش، يعني جاست فكرة حلوة معانا، وتقريبا ما دفعناش اي فلوس خالص، يعني بنحاول نسيك فند. ممكن انا ابيع 10% من الشركة. لو ناس فيكم بتشوف شارك تانك او وات ايفر برامج زي الفرصة، هيلاقوا شارك تانك ممكن ياخد 10% مقابل مثلا 10 مليون جنيه. اصلا في رحلتي في ريادة الاعمال انا ما دفعتش فلوس، يعني جاست يعني حتى لو دفعت فهتبقى حاجات بسيطة يعني. لكن بتوصل لستيج 4 ان انت الانفستمنت يبقى معاك بالطريقة دي. هنتكلم على كل يعني احنا في الكورس معانا 4 شباتر عمالين بنتكلم في جاست الرحلة دي بالتفاصيل بتاعتها. فبس كده، يا رب الرحلة تكون خفيفة عليكم يعني وسهلة. زي ما قلت لكم خدوها الرحلة ستيب ستيب. خد ان انا هخش دلوقتي او ان انا في بري انكيوبيشن دلوقتي علشان اروح او هتأهلني ان انا اروح الانكيوبيشن. هركز في الانكيوبيشن كويس عشان يأهلني ان انا اروح اخد اكسلريتور او مسرعة اعمال. هركز لغاية لما اخد انفستمنت. الرحلة دي كلها ممكن تاخد سنة 2 3 على حسب الافشنسي بتاعك وبتاع التيم وبتاع الفكرة بتاعتك هتبقى عاملة ازاي. طيب كده احنا يعتبر جاوبنا على الستيجز الأساسية أو الستبس بتاعك الأساسية، واتكلمنا على الاسك الأساسي في كل ستيج. لكن عايز يعني أمنشن لحاجة هنا تاني في الاسك. احنا قلنا بشكل أساسي البري انكيوبيشن بحتاجها وأنا في الستيج 1 في مرحلة الأيديا. الستيج تانية الانكيوبيشن وأنا في مرحلة البروتوتايب ببدأ أعملها أو بدأت أعملها. والمرحلة التالتة قلنا الأكسلريتورز أو مسرعة الأعمال وأنا في مرحلة ال MVP. المرحلتين الجايين دول عايز ان انا اتكلم فيهم ان هم فليكسبل. الكومبيتيشنز انت ممكن تخش كومبيتيشنز ومسابقات من وانت لسه اصلا في الايديا ستيج، بتعمل بيزنس موديل وتخش مسابقات. فده ممكن يجيب لك فلوس او فند ان انت تعمل بروتوتايب او يبقى معاك يعني فلوس بشكل عام. الانفستمنت ممكن من وانت في الايديا، هنعرف ده في الفاند ريزنج في الشابتر 4. بس ممكن انت جاست حد يبليف في الايديا، قريبك حتى يعني عمك خالك والدك، يعني حد ينفست في الفكره عادي جدا من وانت في الايديا ستيج عادي. فبالتالي بس عايز امنشن الكومبيتيشنز والانفستمنت ما لهمش وقت محدد، انت ممكن تعملهم في اي وقت. طيب والنصائح بتاع الفاند ريزنج هنتكلم فيها تاني بعدين. طيب احنا قلنا ان اول حاجه او اول رحلتك في رياده الاعمال هي ان انت تخش بري انكيوبيشن، مرحله ما قبل الاحتضان. حاليا انت بتعمله دلوقتي. الناس اللي هي مسجله معانا في RE احنا حاضنه او مرحله ما قبل الاحتضان برعايه صندوق رعايه المبتكرين والنوابغ. URE بتقدم او يعني انت رائد اعمال بتقدم دي بتقدم 2 بري انكيوبيشن في السنه. الاولى بتكون في شهر 8 زي اللي انتوا فيها دلوقتي، والتانية بتكون في شهر 2. تمام كده. طيب احنا في البري انكيوبيشن دي بنقدم ايه؟ اول حاجه الكورس اللي احنا فيه دلوقتي حالا هو مقدم من البري انكيوبيشن بتاع RE. تاني حاجه الكورس الليدرشيب اللي هو هيبدا بعد شابتر 1. ليدرشيب كورس ده هيبدا بعد شابتر 1. وتالت حاجة هتكون منتورشيب، توجيهات ليكوا بعد أول شهر ونص بعد ما تخلصوا التو كورسز دول. هيبقى في منتورشيب بحيث بقى ان الايديا بتاعتكم كويسة. منتورشيب ان الستيجز المختلفة اللي انتوا هتحتاجوها والستادز، يبقى في توجيه تقريبا 12 منتورشيب لكل تيم. والحاجة اللي هتبقى مستمرة على طول سيشنز اند سكسس ستوريز هتبقى موجودة على البيج. طبعا يفضل ان انتوا تعرفوها. السيشنز هيبقى فيه متاح ان انتوا تسالوا السبيكرز بشكل اكتر واكبر، والسكسس ستوريز تشوفوا قصص نجاح والطريق بتاعهم كان عامل ازاي، بحيث ان هو يبقى فيه طبعا الاخطاء بتاعتهم تتجنبوها، او ان انتوا تركزوا على نقاط القوه او تعرفوا المراحل بتاعتهم يعني كانت ازاي، بحيث ان تديكوا خبره مسبقه يعني. بس كده احنا كده يعتبر خلصنا شابتر 1. تعالوا نشوف باقي الشابترز الموجودة، بحيث يعني بعد ما خلصنا المقدمة وفهمتوا أكتر عن ريادة الأعمال، تعالوا أعرض عليكم تاني كده إيه المكونات اللي احنا هنكملها خلال الفترة اللي جاية، بحيث انت كده يعني هتعرف ان انت والله ان الكورس ده تقريبا احنا عاملينه ان كل حاجة يعني انت عايزها هتلاقيها فعلا. طيب بعد ما عرفنا introduction هنعرف دلوقتي حالا ان احنا عايزين نعرف ازاي يا عبد الله نجيب ايديا والايديا دي فعلا تكون كويسه. فهيكون فعلا شابتر 2
كله عن الانوفيشن، عن الايديا بتاعك وازاي تعمل حاجه اسمها فاليو بروبوزيشن كانفاس، وهنتكلم عنه بالتفصيل. طب بعد كده، بعد الانوفيشن، يعني المفروض انتوا عارفين بقى نحتاج ايه؟ هنحتاج نعمل بزنس موديل، صح؟ وهنحتاج ان احنا نعمل بزنس بلان، فده هيكون شابتر 3. وفي شابتر 4 نتكلم عن فاند ريزنج، ودي حاجة هتبقى معانا بقى لأن في حاجات كتير هنقعد نتكلم فيها. الأساسيات الخاصة بالفاند ريزنج، وكمان أخيرا الإيكو سيستم، إيه كل الجهات الداعمة. يا جماعة بصوا، هو يعني في جهات داعمة فعلا، المشكلة إن إحنا ما نعرفش، المشكلة إن في غياب في حتة، يعني إن الناس اللي بتقدم خدمات إن هي تماركت ليها بشكل كويس. وده يعني مش حاجة، يعني أنا مش حاجة إن أنا بألفها، يعني حتى رئيس مجلس الوزراء هو طلع قال إن لما عملوا إحصاء كده للخدمات اللي هما بيقدموها كحكومة، إن نسبة 80% من الناس اللي عايزة الخدمات دي ما تعرفش إن الخدمات دي موجودة. فبالتالي هنركز على إن إحنا نبرز الخدمات والإيكو سيستم اللي بيساعد في ريادة العمل. تاسك النهارده انا بس يعني هتمنى بعد شابتر 1 ان انا اسمع رايكم كلكم في الكومنتس، ان ايه رايكم في شابتر 1، هل استفدتوا ولا لا. لان نقطه مهمه طبعا، هو الكورس ده فور فري، يعني مفيهوش اي فلوس، بس يعني الدافع، وانا بعمله فور فري والله، بس الدافع الوحيد ان انا بعمله فكره انتوا، فمهم ان انا احس بالحماس بتاعكم، واحس ان انتوا دايما كده متابعين ومحتاجين اكمل الكورس او الكونتنت ده. تمام كده، فده اول تاسك اهو، اتمنى بعد ما تسمعوا الفيديو ده تنفذوه. التاسك الرابعه، او يعني التاسك بتاع النهارده، هي التاسكس دي يا جماعه بتتسلم للاتش ار. تمام، فالناس اللي هي مش معانا في يو ار اي، ف يعني وات ايفر بقى نشوف واي لتسليم التاسكس. لكن التاسك النهارده، حاول تفايند ا بروبلم اراوند يو، حاول تلاقي مشكله. ومش هقول لك هات مشكله عشان هي دي تبقى الحل بتاعك او الانوفيشن بتاعك. لا، لان طبعا احنا هنتكلم عن ده، وهيبقى ده التاسكس الموجوده في شابتر 2. لكن انا من النهارده عايزك تبدا دايما تشوف المشاكل، تحاول دايما شخص او المينتاليتي بتاعتك بتفكر عن المشاكل، وبتفكر ازاي المشكله دي ممكن تبقى فرصه، تبقى فرصه وتبقى ستارت اب. انا عايزك تمشي بكده، فحاول تشوف مشكله حواليك، جاست اي مشكله، انك شخص بتفكر في المشاكل دايما اللي موجوده. فكر في مشكله حواليك، في اسرتك، في بيتك، في المجتمع بتاعك، مشكله ومحتاجه حلول. جاست قول يا جماعه الجروب انا شفت مشكله واحد اتنين تلاته، تمام، وملهاش حل موجود بالفعل. بس كده، وان شاء الله اشوفكم بقى في شابتر 2